كوباية القهوة اللي انت بتشربها الصبح عشان خاطر تفوق في وقت من الأوقات كانت بتهدد نظام الحكم وبتحث على نشر الفساد في المجتمع. مش بس كده، ده كمان في فتوى بتحريم شرب القهوة، ودي عقوبتها بتوصل للإعدام. خد الكبيرة بقى، لو انت بني آدم بتحب تشرب القهوة الفرنساوي على الصبح زي كده، فانت لو طلعت بره مصر مش هتعرف تطلب قهوة، لأن ببساطة مفيش حاجة اسمها قهوة فرنساوي. هنرجع بظهرنا للقرن ال18، الحملة الفرنسية على مصر. في الطبيعي وفي كتاب الدراسات كمان عندك اي بلد بتحتل مصر بتنهبها وبتاخد كل خيراتها، بس في نفس الوقت ما بيخشوش مصر وايديهم فاضيه، يعني الناس صحاب واجب. الفرنساويين بقى لما جم مصر جابوا لها عادات، تقاليد، اكلات، والقهوه. المصريين في الوقت بتاع الحمله الفرنسيه كانوا بيشربوا قهوه اللي هي القهوه التركي، قهوه ساده مره بتتغلى على نار هاديه لحد ما الريحه تملى المكان وعاده بتفور مننا. لكن في يوم حصلت حاجه غيرت تاريخ القهوه في مصر. في يوم من الايام ضابط فرنساوي قرر ان هو يخوض التجربه المصريه ويجرب القهوه بتاعتهم كنوع من انواع تبادل الثقافات. نقى بقى كده قهوه بلدي وراح قعد عليه. طبعا المصريين كلهم اللي في القهوه ابتدوا ان هم يبصوا له بصات غريبه، الراجل ده جاي ليه؟ الضابط بعد ما قعد وتفقد المكان راح منادي القهوجي وطلب منه قهوه. فالقهوجي بصوت عالي في نص القهوه قال لك وعندك واحد قهوه ساده على الريحه وصايع عشان الجنرال. جرب بقى يا بيه القهوه المصري، هو قصده القهوه التركي. اصلا حوار القهوه التركي ده حوار كبير قوي، اتقل لاخر الفيديو. انا هسيبك كده ثواني بس، انا عايزه افهم حاجه دلوقتي. ضابط فرنساوي راح قعد على القهوه طلب قهوه، فين المشكله؟ ليه بنحكي الموقف ده؟ المشكله ان القهوه في فرنسا بتتعمل باللبن، اللي هو الحليب. لو انت من السعوديه بتتفرج عليا بتتعمل بالحليب. الفرنساويين بيحطوا لبن على القهوه عشان يكسروا المراره بتاعتها، يخلوا طعمها حلو وكمان تبقى خفيفه على المعده. المهم نرجع للظابط اللي احنا سايبينه على القهوه كل ده. الظابط يا حبيبي كان متحمس قوي ان هو يجرب القهوه، يعني كان فاكر ان هو يشرب حاجه كيوت، حاجه مثلا فلات وايت موكا، بس للاسف ما كانش يعرف اللي هيحصل فيه. القهوه وصلت وابتدى الجنرال انه يمسك الفنجان ويقربه من بقه وياخد اول رشفه. فجأة ابتدى يكح وقعد يتفتف في القهوة ومبقاش عارف ياخد نفسه. طبعا المصريين ما سابوهوش في حاله وضحك وهزار وعملوا عليه حفلة، بس هو ما كانش فاهم فيه ايه. فطلب اغرب طلب بالنسبة للقهوجي والمصريين، نادى القهوجي وقال له انه عايز يحط لبن على القهوة. امنت بالله. طبعا القهوجي بص له باستغراب وقال له ايه يا بيه، وفي لبن بيتحط على القهوة؟ طبعا الاستغراب اللي كان على وش القهوجي والمصريين اللي في القهوة ده وصل لهم رسالة واحدة، ان الفرنساويين بيشربوا القهوة بطريقة مختلفة عما هم بيشربوها، في طرق تانية غير القهوة التركي والقهوة اليمني اللي لسه هنتكلم عنها. وكانت الحادثة، القهاوي بعد كده بقت تحط في المنيو بتاعها قهوة باللبن، ولما حد بيقعد على القهوة ويطلب قهوة باللبن كان القهوجي بيقول بصوت عالي وعندك واحد قهوة بتاعت الفرنساويين وصلح. ومن هنا جاء مصطلح القهوة الفرنساوي واتربط بالقهوة باللبن. مش موجود غير في مصر بس، لو طلعت بره هم مش فاهمين انت بتطلب ايه. ده حصل معانا